اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم في قناة بيتك أحلى مع شيمو. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الغريبة. هبدأ معاكم كده. أول حاجة من الحاجات اللي احنا هنحتاجها لتجهيزات العيد، أنا بفضل صراحة إن أنا أجي أعمل الحاجة في البيت أفضل بكتير من إن أشتريها من بره، على الأقل هضمن الجودة والحاجات اللي أنا بستخدمها فيها. أول حاجة النهاردة إن شاء الله هعملها معاكم هي الغريبة. حبيت أبدأ بالسهل شوية. المقادير اللي هنكون محتاجينها ايه: كوبايتين من الدقيق، عليهم نص كوبايه من السكر البودر، وكمان عليهم كوبايه كامله من السمنه. والكوبايات اللي بستخدمها في الوصفه بتبقى كلها قد بعضيها. عليهم تذكره من الفانيليا. انت لو مش عايزه تستخدمي الفانيليا ما تستخدميهاش، بس في الحاله دي لازم تكوني متاكده من جوده السمنه البلدي اللي انت بتستخدميها. يعني يفضل لو تكون سمنه بلدي. تمام. اول حاجه كده الدقيق لازم يكون منخول كويس جدا، لازم اكون متاكده من جوده الدقيق. كمان ما ينفعش ان انا استخدم اي دقيق وخلاص، لازم يكون فاخر، لازم يكون جودته عاليه، لازم يكون ينفع للمخبوزات عشان خاطر يطلع معاكي الوصفه حلوه، مش بعد ما تستخدمي كل المقادير دي تفشل معاكي الوصفه بسبب الدقيق. وطبعا نكون نخلينه اكتر من مره عشان خاطر يديكي جوده حلوه. تمام. بعد كده بقى ببدا ان انا احط السكر البودر، احط عليه رشه الفانيليا، هنزل عليه بالسمنه. السمنه لازم تكون زي ما انتم شايفينها كده متماسكه، ما تكونش سايحه معايا. لو لقيتيها سايحه معاكي دخليها التلاجة 5 دقايق لحد ما تتماسك. تمام. بعد كده هبدا اخلط المكونات دي كلها كده مع بعضيها، اللي هي السكر والسمنه والفانيليا، هخلطهم كويس قوي بالمضرب الكهرباء. تمام. لازم تختلط كويس لحد ما تعمل معاكي يعني اللون بتاعها يبقى فاتح كده وابيض زي ما هتشوفوه دلوقتي. انا المضرب عندي بايظ فهستخدمها هاديه، هعملها عادي في العجان يعني. بس اهم حاجه لازم يبقى اللون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فضلت اضرب فيها لحد ما لقيتها اتجانست كلها مع بعض كده بالشكل ده، واللون بتاعها بقى فاتح. بعد كده هبدا انزل بالدقيق تدريجيا، وفي المرحله دي احنا مش هنستخدم لا مضرب ولا يدوي ولا اي حاجه، بالسباتولا عادي خالص كده. وهبدا اقلب من تحت لفوق من تحت لفوق لحد ما تختلط المكونات كلها مع بعض. وبنزل بالدقيق تدريجيا، ما بنزلش بيه كله مره واحده يعني عشان يبقى خفيف على ايديا واقدر ان انا اخلطهم كويس قوي مع بعض. بعد ما تخلطي الدقيق كله، لو انت حابه تعملي تستخدمي ايدك عادي زي ما انا هعمل اصلا عادي مفيش مشكله، بس مش هنعجن، احنا بنلم الحاجه كلها كده مع بعضيها عشان كل المكونات تتماسك كلها مع بعض. لو انت حابه ايوه بايديكي كده اهو زي ما انا عملت بالظبط كده عملت. انا بقى هبدا ان انا امسكها كده، لو لقيتها فكت معايا او شققت هحط كمان معلقه دقيق. انا في المرحله دي زودت كمان معلقه دقيق بس التصوير ما جابهاش، فانا حطيت معلقه بالظبط، معلقه واحده كبيره حطيتها وكومتهم كلهم، وابتديت ان انا قلبتهم تاني كلهم مع بعض. هدخلها التلاجة ترتاح حوالي ربع ساعه. بعد كده هبدأ ان انا اشتغل فيها عادي، بس اهم حاجة دخليها التلاجة ترتاح شوية كده وتمسك معاكي وتبرد شوية. تمام. في الوقت ده بقى على ما تقعد كده معايا شوية في التلاجة، هبدأ ان انا اسخن الفرن عشان خاطر قبل ما هشتغل فيها كلها هجرب 2 أو 3. لو فرشت معاكي في الفرن يبقى هتحطي كمان معلقة دقيق. طب ما فرشتش وبقت تمام يبقى كده المكونات بتاعتك مظبوطه، اشتغلي فيها تمام. انا جربت الحمد لله 2 لقيتهم تمام وطعمها حلو قوي وشغاله معايا، فما زودتش دقيق تاني. الحاجه بس اللي زودتها هي معلقه الدقيق اللي زودتها يعني، بس الكاميرا ما جابتهاش، فوق كوبايتين الدقيق. الكوبايه اللي انا عامله بيها السمنه والسكر هي اللي انا عامله بيها الدقيق، يعني نفس المعيار. هنا بقى كنت شكلتها كلها تمام معايا الحمد لله، عملت معايا صاجين وكم واحده كده تانيين صغيرين، يعني حوالي 6 صاجين و6 وحدات. تمام. كمية حلوة ما شاء الله من كوبايتين دي، يعني احنا لو هنجيب الكمية دي من بره يعني هتبقى بمبلغ وقدره اصلا. يعني أنا الحمد لله انا مبسوطة ان هي نجحت معايا، انا اول مرة اعملها بس صراحة الحمد لله يعني مبسوطة جدا من النتيجة اللي طلعت معايا فيها. طبعا انا بصور لكم دلوقتي خلاص وانا دقتها اصلا يعني وخلاص يعني قربت تخلص كمان. المهم بقى ايه هنشكلها بايه من بره. انا حطيت زبيب لان انا ما كانش عندي اي حاجه تانية. الحاجات التانية اللي عندي كلها اللي هي مجروشه ما تنفعش ان انا احطها عليها. ممكن تحطي فول سوداني، ممكن تحطي فستق، بندق، لوز، الحاجه المتوفره عندك حطيها، عين الجمل. انا عملت واحد كده ساده خالص من غير حاجه، والتاني حطيت عليه زبيب عشان اللي بيحب ياكل كده تمام واللي بيحب ياكل كده تمام.
طبعا في الوقت ده الفرن لازم يكون سخن، ما ينفعش ادخلها في الفرن بارد. بتاخد حوالي ربع ساعة في الفرن مع المتابعة. بتشغلي الفرن من تحت بس، من فوق ما بيشتغلش، لان هي ما بتاخدش لون اصلا من فوق، هي بتاخد من تحت بس. وطبعا بتبقي متابعاها، بتاخد لون خفيف جدا خالص، يعني لون لا يذكر يعني. وبتستوي معاكي بسرعة جدا، يعني من اسهل واحلى الحاجات بجد وصفة الغريبة دي. كده بقى كانت استوت معايا. طبعا بنطلعها بنسيبها تبرد تماما عشان تقدري تمسكيها زي ما انا ماسكاها كده، لان ما تعرفيش تمسكيها اول ما تطلع من الفرن، بتبقى طريه قوي لسه. تمام. بعد ما بتبرد بديت ان انا ارصها في علبه كده واسيبها تبرد خالص، وارصها في العلبه وبشيلها تمام عادي. بتبداي بقى تاكلي منها عادي. حابه تحطي كيس في العلبه من تحت عشان خاطر الماده الدهنيه اللي احنا حطيناها. تمام. ده كده الشكل بتاعها بعد ما خلصت. يا رب يكون الفيديو عجبكم والفكره كده عجبتكم، والشرح بتاعي كان مبسط وسهل، وبتقدروا انتوا ان شاء الله تنفذوها في البيت. نصيحتي ليكم ان انتوا تعملوا الحاجات دي في البيت، مش هتاخد معاكي وقت. كل يوم كده اعملي لك حاجه. يا رب ان شاء الله تستفيدوا معايا اكتر واكتر، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. انتظروني في وصفات تانية كتير جايه.